يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وأنا جاية لكم النهاردة بقصة جميلة جدا جدا، وأتمنى من الله عز وجل إنها تنور رضاكم. بس قبل ما أحكي، يلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. ويلا بينا بقى نشوف كمالة قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. وفي يوم كنت بتمشى على شط الترعة، رنيت على اياد زي ما برن عليه كل يوم ومش بيرد، فما كنتش مديه امل انه يرد، لكنه فاجئني ورد. ومن دهشتي ما القيتش السلام وقلت: ها اخيرا رديت. مش انت قلت هتتكلم معايا وتفهمني عايز تتجوزني ليه؟ سكت لحظات وقال بحدة: ليه حكيتي لمرات ابويا كل حاجة؟ اتوترت. دي كانت صدفة غريبة وكنت هحكي له، لكن لقيتها فرصة مناسبة يمكن ينصرف، فقلت بابتسامة وفرحة معرفش ظهرت في صوتي ولا لأ: أنا فعلا حكيت لها كل حاجة. أعمل إيه؟ طول عمري مش بعرف أتحكم في لساني ولا في صوابع إيدي. ده أنا كتبت حكايتنا كاملة على الفيسبوك وتويتر، وقريب قوي هطلع بودكاست على اليوتيوب واحكيها. واتسعت ابتسامتي وانا مستنية رده، لكن فاجئني لما قال: تمام، وبيقوليلي قبلها علشان نطلع البودكاست مع بعض. اختفت ابتسامتي وقلت بصدمة: لا والله، يعني انت مش هتتعصب؟ مش زعلان؟ بصراحة زعلت شوية. رجعت ابتسامتي وقلت بحماس: دي حاجة حلوة جدا، بس ما تقلقيش، بعد ما نتجوز لسانك ده هقصهولك طالما مش عارفة تتحكمي فيه. واختفت ابتسامتي مرة تانية وقلت بحسرة: دي حاجة وحشة جدا. وصرخت فيه: هو انت عايز مني ايه يا عم؟ انت طلعت لي منين؟ انا اصلا حياتي متلخبطة، هو انت جاي تلخبطها بزيادة؟ حمحم وقال بنفس البرود: ما تقلقيش، حياتك دي هنرتبها سوا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايزة اتجوز واعيش حياة مستقرة، مش حياة مليانة حوارات. على فكرة انا هرفضك، واللي يحصل يحصل. هترفضيني؟ تمام، وريني هتعملي كده ازاي. هو في اللحظة دي وقبل ما ارد اتكعبلت في طوبة على الارض، بس ما وقعتش، لكن موبايلي وقع في الترعة. شهقت بصدمة وبغضب، وجيت ارمي الطوبة برجلي بالشبشب، فالشبشب اتخلع ووقع في الترعة هو كمان. فقلت: انا اتحسدت؟ هو اللي دي ذنوب هو اللي ايه؟ حاولت اجيب الموبايل وكان اختفى، فخفت اقع في المية انا كمان. بصيت حواليا على حد يساعدني، وفعلا فيه راجل وست كانوا بيشتغلوا في الارض، فقلت: لو سمحت ممكن تساعدوني؟ وفعلا الراجل لقالي موبايلي وشبشبي، وفي طريق الرجوع للبيت وانا مش طايقة حد لان الموبايل خلاص باظ، شفت ابن عمي اللي كان عاوز يجوزهولي بصلي بحدة وعدى من جنبي ولا كأنه يعرفني. فقلت بصوت واطي: هي انسان غريب. واتفاجئت بصوته: مش اغرب منك. بصيت له وقلت له بغيظ: هو انا كنت كلمتك؟ قال بنفس النبرة: وانا كلمتك؟ كنت عايزة اتخانق مع اي حد ومخنوقة، فقلت بعصبية: تصدق ليها حق تتطلق منك. اترسم الغضب على وشه اللي احمر وبيطل من عينيه، وقال وهو ضاغط على اسنانه: ما تتكلميش في موضوع ما تعرفيهوش. خفت من صوته ورجعت خطوتين لورا وحاولت اتظاهر بالثبات: ها انا ماليش معاه الكلام اصلا. ومشيت بسرعة من قدامه وانا قلبي بيدق بسرعة،
وبتمنى الأيام تجري وأمشي بسرعة من البلد دي وما أشوفش حد فيهم تاني. وبعد مرور كام يوم قضيتهم في أوضتي بيحاولوا يخرجوني علشان أشارك في شراء هدوم ليا، لأن فرحي بيقرب. وكل ما أحاول أحكي لهم وأبلغهم برفضي للعريس بيحصل حاجة تمنعني، زي مثلا إن بنت الجيران اللي كنت بشيلها وأديها الببرونة اتخطبت امبارح. ولما قعدت حسبتها اكتشفت إني كملت 30 سنة من كام يوم. وكل ما افتكر إياد أبقى عايز أصرخ بصوت عالي يمكن قلبي يهدأ. حتى جروب البؤساء ما بقتش عارفة أقرأ حكاياته بعد موبايلي ما باظ. كنت بنام كتير وعندي لا مبالاة ومستسلمة للأمر الواقع. وفي يوم بعد أذان العصر اتفاجئت بأمي بتصحيني، وقومي جهزي علشان كاتبة كتابك. اتنفضت وقعدت. ايه؟ علشان ايه؟ كاتبة كتابك يا أزهار. كاتبة كتابي؟ ده ايه المفاجأة دي؟ وقومي خلصي، إياد بره ومعاه أهله والمأذون على وصول. هو إياد بيجي كده من غير ميعاد؟ لا أنا مش موافقة على الراجل اللي بيجي من غير مواعيد ده. قومي وبطلي غلبة، الراجل واخد ميعاد من باباكي، انت اللي حابسة نفسك في الأوضة ومش متابعة. ومع إصرار والدتي قمت ألبس. أنا فعلا حابسة نفسي في الأوضة بعد موبايلي ما باظ، مش متابعة حياتي. بس لو أعرف إياد عاوز يتجوزني ليه هرتاح. خرجت من أوضتي وأنا عاملة حسابي أنهي الموضوع ده وأرفض الجوازة دي وهقول لهم الحقيقة. قابلتني بنت عمتي الأصغر مني بأكتر من 20 سنة. هقابل أزهار عريسك زي العسل، يا بختك بالراجل ده، وقعتيه زي قبل أزهار، ده أنا لازم أروح القاهرة وأجيب عريس من هناك. ابتسمت لها بمجاملة وكنت هدخل أحكي لماما، لكن قابلني أخويا الأصغر مني ب5 سنين وقال بضحك بيت يا أزهار، أقنعت الراجل ده يتجوزك ازاي؟ ده أنا أخوكي ومش بطيئك ومحدش في العيلة بيستحملك، غلبان ريح العيلة كلها وظلم نفسه. وضحك فتجاهلت كلامه وسحبته من ايده وسألته بهمس، هو قالك عنده كام سنة؟ رد بنفس الهمس، 35 سنة. بتسألي ليه؟ بتأكد من حاجة. قال بنفس الهمس، احكيلي، انا اخوكي ستر وغطى عليكي، ماسك عليه ايه علشان تخليه يتجوزك؟ الشاب مفهوش غلطة، لا ماديا ولا اخلاقيا، وحتى مظهره هأمر. بصيت له بغيظ وسكت ومشيت بعيد عنه. كلهم بيمدحوا فيه وانا الوحيدة اللي مش بطيئه، او خلينا نقول خايفة منه ومن اهله. انا صليت استخارة كتير وهسيب ربنا هو اللي يدبرها. الوقت مر ومضيت على الورق لحد ما صوت الزغاريط ملا البيت وخلاص اتكتب كتابي. قعدت على كرسي لوحدي بعيط وماسكة منديل وكل شوية امسح فيه مناخيري واقول بهمس، هي وقعتك البيضة يا أزهار، ما كانش يومك يا أزهار، خلاص يا أزهار ما بقاش فيه أعذار، واتجوزتي من غير سابق إنذار. وعيطت في اللحظة دي، ناداني جدي فمسحت دموعي ورحت له، باركلي وحضني وقال ربنا يسعدك يا بنتي، خدي دي هديتك. كان معاه كرتونة فيها موبايل فبرقت بدهشة وابتسمت وانا باخدها وبقلب نظري فيه وبقول، يا حبيبي يا جدي جبتلي موبايل؟ ده خطيبك اللي جابه. انطفى حماسي وقلت بضيق، وهو هيمشي من غير ما يقابلني المرة دي كمان ولا ايه؟ لا يلا تعالي، هو مستنيكي في الجنينة برا. خرجت وانا متوترة، كنا بعد العشاء، ولما شافني اياد ابتسم، كان لابس بدلة وشكله يخدع اي حد اللي يشوفه يقول عليه راجل محترم، لكن هو محترم فعلا ولا بيتظاهر؟ بصيت لإسدال الصلاة البني اللي انا لابساه
ومحدش قال لي حاجة على هدومي وانا مهتمتش، بس لما شفته لابس بدلة ومتشيك ندمت ودموعي نزلت. لقيته بيبص ناحيتي، مسحت عيني بسرعة وتظاهرت بالثبات. وقفت ساكتة وأهلي كانوا بيتكلموا معاه، وإياد كان بيبصلي كل شوية وبيبتسم لكن ما اتكلمش معايا. وبعد شوية كلهم سابوه وبقينا لوحدنا، وقرب إياد مني واتكلم باحترام: عجبك الموبايل؟ لما لقيتهم بعدوا شوية ضغطت على سنيني وقلت بغيظ: لا. ابتسم ببرود وقال: طيب. اتعصبت عليه وقلت: انت عايز مني ايه؟ عايز تتجوزني ليه؟ لو سمحت جاوب وما تعملش زي كل مرة. النهاردة هجاوب عادي، عايز اتجوزك علشان اعجبت بيكي. اتكلمت بسخرية: اعجبت بيا ازاي؟ هو امتى؟ هو انت لسه مفركش خطوبتك من بنت بتحبها من 4 سنين؟ رفع صابعه وصحح: هي اللي كانت بتحبني من 4 سنين، وهي اللي كانت بتجري ورايا من 9 سنين، وانا قررت ادي فرصة لقلبي وخطبتها، وده من حوالي 6 شهور. ورغم ان ما كنتش مرتاح قوي وكانت بتغلط كتير وحواراتها كانت كتير، ولما عزمتنا امي سمعتها بودني وهي بتغلط في اختي وفي امي. ساعتها لقيت سبب علشان اسيبها، لان قلبي ما كانش مرتاح. هو سكت اياد وانا كمان سكت لساني، لكن قلبي كان مليان دوشة واسئلة. لكن في اللحظة دي حسيت ان فيه امل ولو بسيط. بصيت له بطرف عيني، شكله شخص محترم، انا بس خايفة من امه واخته. فقلت: كلمني عن نفسك اكتر، يعني خريج كلية ايه وشغال ايه، واحكي لي عن عيلتك وكده. اخد نفس عميق وقال: انا شيف تنفيذي، بسافر كتير وناس بتطلبني بالاسم، خريج سياحة وفنادق، بس اللي علمني الطبخ هو والدي، وكان بيشجعني وبيسفرني اتعلم في مطابخ بره. والدي ده مهما اوصف بحبه قد ايه الكلمات هتخني. ابتسمت، عجبني كلامه عن والده وعن نفسه. كان شكله طموح وبيتكلم بثقة في نفسه، وكلامه مش بارد زي كل مرة. والأول مرة أحس ببعض الراحة ناحيته، لا، في أمل فعلا. وانتبهت لما قال: أنا تقريبا أعرف عنك كل حاجة، انت مش محتاجة تحكي حاجة عن نفسك، لكن لو عندك أي سؤال ليا اسألي. لا، ما تتكلمش بالألغاز، ياريت توضح. عرفت كل حاجة عني؟ ازاي؟ هجاوبك بعدين، بس خليني احكي لك عن نفسي اكتر. هو بدأ يحكي عن والدته وان والده مطلقها، وقد ايه هو بيحب والده ووالدته وبيحترمهم الاتنين، وخاصة والده، علشان كده هو عايش معاه من صغره. اطمنت ان بيحب والده وعايش معاه، لان ما زلت شاكة ان امه حربوقة. انك تختار تعيش مع والدك دي حاجة حلوة جدا. والدي شخص محترم وساعدني كتير، وبحس ان بيحبني اكتر واحد في اخواتي. على فكرة انا ليا اخوات كتير، لان والدي متزوج 3. شرقت وكحيت وديرت وشي وقلت بصوت واطي: نعم، هو انت بتحبه وعايش معاه وبتقلده؟ هي دي المصيبة. انت بتقولي ايه؟ مش سامع قلت ايه؟ بصيت له بنظرة سريعة وسكت. هأفهمه ايه؟ يعني والده مطلق، هو معدد مثنى وثلاث. يا ترى بقى انا هتطلق ولا هبقى الزوجة الاولى وبعدين التانية والتالتة؟ واضح ان بيحب والده وماشي على نهجه. ايه الورطة دي؟ سكتي ليه يا ازهار؟ سألني اياد، فرديت بسخرية: وماذا اقول بعد كل ما قيل؟ ابتسم ومسح على شعره. فبصيت له وقلت بنرفزة: اشمعنى انا؟ بجد اشمعنى انا اللي اخترتني؟
ديرت وشي وكملت بحزن: أنا عمري ما حققت حاجة بتمناها، اللي جاي يتزود البؤس اللي أنا فيه. مش يمكن نحقق مع بعض كل حاجة تمنيتيها؟ بصيت له بنظرة سريعة وقمت وقفت وقلت: مفيش حاجة هتتحقق، البائس بيفضل بائس طول عمره. قام وقف وقرب مني: انت عندك مشكلة كبيرة، فين حسن الظن بالله؟ دايما تكتبي عنه على صفحتك وتوصي الناس بيه. هو انت من الناس اللي مش بتعمل باللي بتنصح بيه؟ استغربت انه عارف الاكاونت بتاعي على الفيسبوك، لكن معلقتش. هزيت راسي بنفي وقلت: انا الفترة الاخيرة من لما انت ظهرت في حياتي وهي اتقلبت، ما بقتش عارفة اركز ولا عارفة ايه اللي بيحصل. عندك مشكلة برضو، محتاجة تتوكلي على الله. انفعلت. فعلا انا عندي مشاكل كتير محتاجة تتعالج، واول مشكلة هي انت. تجاهلني وبص في ساعته وقال: طيب هستأذن ونتكلم بعدين، علشان الحالة شكلها جاتلك وانا مش فاضي والوقت اتأخر ولازم ارجع القاهرة. هو مشي خطوتين ونادى على والدي وسابني واقفة افكر في كلامه. يعني ايه الحالة جاتلي؟ هو بيكلمني كده ليه؟ احنا شكلنا داخلين على ايام فل. انا شم الريحة من دلوقتي. دخلت اوضتي وانا عايزة ابكي، مخنوقة جدا. الحياة مليانة غموض. قد ايه عندي فضول اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. مسكت الموبايل اللي جايبهولي ورجعت حساب الواتساب. بعد محاولات كتير دخلت جروب البؤساء واستلقيت على السرير علشان اقرأ اللي فاتني من الحكايات. كان كله كلام عادي لحد ما شفت صورة اياد مع البنت، فاتنفضت واتعدلت. قعدت وقريت الكلام المكتوب بصوت عالي: طلع توكسيك بعد حب 4 سنين، سابني. كنت بحبه فكلمته وطلبت منه نبقى أصدقاء ووافق. قدمت تنازلات كتير علشان بس أرضيه، كان بيعاملني ببرود. لكن لما طلب مني نتخطب من 6 شهور كنت في غاية السعادة ووافقت واتخطبنا. بس أمه ما كانتش بتحبني، ولما قابلتها هي واخته وهو دخل الحمام فعصبوني وخلوني غلطت فيهم، وهو سمعني وسابني علشان أمه وكتب كتابه على واحدة غيري. أنا مش قادرة أسكت، عايزة أخد حقي منه ومن أمه وأخته. ساعدوني، أنا منهارة لأني رفضت عرسان كتير وفرص كتير بسببه، ودلوقتي أنا عديت 30 وفرصي قلت. بنت ردت عليها: هنساعدك تاخدي حقك، احنا هنا علشان نساعد بعض. هو بنت تانية: أنا شايفة إن الخطة الأولى إننا نطفش العروسة منه. هو بنت تالتة: هو أنا شايفة غير كده، ده الخلق للخالق، وانتي كمان غلطانة على فكرة. مفيش حاجة اسمها أصدقاء بين بنت وشاب، ودي غلطتك انتي من البداية. ردت البنت: غلطت في ايه؟ أنا حبيته بجد وما زلت بحبه، والصداقة بينا كانت باحترام، حتى خروجاتنا كانت في أماكن عامة وكانت والدتي عارفة. حسيت بضيق لما قريت جملتها. أنا كنت خايفة من إياد، وبعد رسالة البنت دي اترعبت. كانوا أصدقاء وبيخرجوا مع بعض. حسيت إني اتدبست، ده كان مرتبط ومصاحب، وأنا اللي كنت بحصن قلبي ضد أي ذكر ومنتظرة راجل بيفكر بنفس طريقتي. لكن واضح إن أنا وإياد بعيد قوي عن بعض. منكرش إن في جزء جوايا منتظر يسمع من إياد كلام تاني، كلام يأكد لي إن هو ده العوض، وإياد هو الراجل اللي هيعوضني عن كل اللي فات. تخيلت نفسي بعد سنة ست مطلقة وتساءلت: هو إيه الأصعب على البنت، إنها ما تتجوز ولا تتجوز وتطلق؟ هو اللي جوزها يتجوز عليها؟ ياني كنت عايزة أعيط وشفايفي بتتشنج، وبحاول أمسك نفسي علشان ما انهارش بعد اللي عرفته عن إياد. ودلوقتي نضيف عنوان تاني لحياتي، وهو إظهار داخل الإعصار. شربت بق مية
علشان أبلع مرارة حلقي. ما هو إياد سقان المر وخلاص. قريت باقي الرسايل البنات واتفقوا مع البنت يجيبوا لها حقها من إياد. رميت الموبايل بعيد عني وأنا متضايقة. في حاجة جوايا رافضة تشوف إياد حزين. قلبي رافض إن أهلي يشوفوا أي حاجة عن إياد تنزله من نظرهم، وكأن مجرد ما اسم ارتبط باسمه قلبي اتغير. هو لقيتني متقبلة عيوبه وعايزة أساعده يتخلص منها. الحقيقة ما بقتش فاهمة نفسي. عيني وقعت على سجادة الصلاة المطوية على المكتب، وقررت أقوم أصلي وأدعي وأشكي حالي للي خلقني. وبعد ما خلصت الصلاة إيدي راحت تلقائي للموبايل، فلقيت رسالة من إياد. نسيت أقولك حاجة عن نفسي. أنا واحد اكتشف فجأة إنه بيغلط ومحتاج يتغير وهيتغير. وحاجة كمان، بعد يومين كده هجيبلك أمي وأختي تقابليهم. مسحت دموعي بكف إيدي وقررت إظهار. لا لا لا، مفيهاش أي إبهار، دي قرارات إظهار مرار. ووصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. بس لو عجبتكم بجد وكملتوا الحلقة للآخر، ما تنسوش دعم القناة بلايك للفيديو وتشتركوا فيها لو لسه ما اشتركتوش، وتشاركوا القصة مع كل أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.